الفحص المخبري للحجر. نبدأ بناقليته للكهرباء، بما إذا كان ناقل للكهرباء أم لا. إذا كان ناقل للكهرباء فهو نيزكي، فالحجر الأرضي غالبا غير ناقل بسبب الفرق وجود نسبة بين معدن النيكل والحديد والمغناطيس كذلك. الحجر النيزكي يتمغنط بينما الأرضي نادرا ما يتمغنط، أيضا بسبب نسبة المعادن فيه من النيكل والحديد. كثافة الحجر يجب أن نعلم أو نقيس كثافة الحجر. الحجر النيزكي كثافته أكبر بكثير من الأحجار الأرضية، وتظهر من خلال الوزن، فهي الحجر النيزكي أثقل من الحجر الأرضي، خاصة إذا كان ضمن الحجم الواحد، فيكون الحجر النيزكي أثقل بكثير ويظهر بالشكل. بالنسبة للقساوة نأتي إلى القساوة. قساوة الحجر النيزكي بين 7 و8، وهي طبعا غالبا أقصى من الأحجار أو الصخور الأرضية. شو بنستخدم المياه الكذابة؟ الماء الكذابة يعني نترات الفضة بالحجر. إذا أخذنا نقطة صغيرة بمكان نظيف من الحجر النيزكي ووضعنا نقطة من نترات الفضة فسيظهر لون زهري. هذا اللون الزهري يدل على أن الحجر نيزكي. هذه الصفة غير موجودة بالصخور الأرضية إطلاقا، وخاصة الصخور الأرضية تحتوي على الكلس. هناك ميزة يجب أن نعلمها بالصخور النيزكية، لا يوجد كوارتز أبدا. مجرد وجود الكوارتز الحجر أرضي وليس نيزكي. بالنسبة للشريحة، شو نسوي شريحة؟ شو الهدف؟ الشريحة بعد إجراء هذه الاختبارات جميعا هناك فحص دقيق هو عمل شريحة نيزكية للحجر. الشريحة النيزكية طبعا تكون رقيقة 0.02 ملم، لها إجراءات عمل. نقوم بفحصها بواسطة المجهر الانعكاسي أو الاستقطاب لبيان الفلزات فيه أو الاستقطاب لتحديد نوعية الفلزات بدقة. شو آخر اختبار ممكن نعمله نحن؟ بعد هذه الاختبارات جميعا نأتي لاختبار نهائي ويؤكد كافة الفحوصات والاختبارات السابقة، هي التحليل الكيميائي بواسطة إما أجهزة خاصة بالتحليل. شو الفكرة من التحليل؟ التحليل الكيميائي يعني يبين نسبة الحديد والنيكل في الحجر النيزكي. شو الفرق بالحديد والنيكل بين الأرضي والنيزكي؟ الفارق بيناتهم الأرض نسبة الحديد والنيكل فيه قليلة جدا، بينما في النيزكي عالية، يعني ممكن الحدود قديش توصل؟ بين 3 و8 كمان ممكن أكثر شوي توصل أو قد تكون 25 في أحد الأنواع. بعد هذه الاختبارات جميعا يعني يتأكد أنه نيزكي، ساعتها فينا نكتب شهادة. ونستطيع إذا نحقق ال 15 صفة لازم شو؟ ونستطيع أن نكتب شهادة ونحدد نوعيته. شهادة. يعطيك العافية. شكرا.